سلام المشاهدين ديالنا، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. اليوم فيديو جديد ونهار جديد ووصفه جديده. مرحبا بكم عندي ومرحبا بكم في قناتي افكار رائعه مع خديجه. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم واحد العصير صحي 100% وفي متناول الجميع وبمكونات متواجده في اي دار منزليه وكيصلح حتى لوليدات الصغار. اليوم ان شاء الله غادي نصاوب معكم واحد العصير صحي كما قلت لكم ديال البطاطا وخيزو والليمون والحامض. عرفتو كيجي اكثر من رائع. بصح الا بغيتي تنجح معك الوصفه تبعي الفيديو من الاول حتى الاخر، وبحال ديما ما تنسينيش بلي لايك ولي صابوني وبارطاجي الفيديو مع العائله ديالك باش تعم الفائده. ودابا بالنسبه للطريقه والمقادير غنعطيها لكم نيت في مره. هنايا غادي ناخذ 3 ديال خيزو كبير ولا صغير، المهم على حسب اللي عندكم وعلى حسب الكميه اللي بغيتو. انا هنايا درت 3 بهذا الحجم، غادي نقطعهم دوائر. وغادي ناخذ 2 بطاطات صغار، غير صغار ولا غير وحده على حسب الكميه اللي غادي ديروا. انا هنايا درت وحده متوسطه وحده صغيره فقط. غادي نقطع هذا الشيء كله بهاد الطروفه اللي كتشوفوا. يمكن لكم ديروها في كوكوط، ماشي ضروري كسرون، انا حيت كان الحال باقي يعني ماشي مشكل. صافي هنايا قطعنا خيزو وبطاطا، وغادي نزيد 2 كيسان ديال الماء فقط حيت هاد الماء التالي ما غاديش نستعملو. صافي غادي نديرهم يطيبوا في نفس الوقت اللي انا كنطيب الخيزو وبطاطا. غادي ناخذ 4 ديال الليمونات وواحد الحامضه. غادي ناخذ ليمون بهذا القياس، وكما قلت لكم الا بغيتو نتوما تزيدوا الكميه ضعفوها، بغيتو تقللوا ممكن ديروا حتى 2. انا راه ديجا درت عصير غير ب2 ليمونات تقيه زوين. صافي غادي نقطع الليمون على هذا الشكل، غادي نبقى نقشرو. صافي غادي نستمر بنفس العمليه حتى غادي نقشر هذا الليمون كامل، هاد 4 الحبات اللي عندي. وغادي ندوز نوريكم حاجه اخرى. هنايا في الحبه الرابعه غادي ناخذ شويه ديال القشور ديالها. غادي نقطع غير دوك القشوره اللي ما فيهمش البيض، يعني باش ما يدير لي باش ما يمرر لياش الليمون. صافي غادي ندير غير شي شويه ماشي بزاف. وغادي نبدا كنقطع الليمون بهاد الطريقه، يا اما مربعات يا اما دوائر على حسب الرغبه. وردوا البال من داك العلف اللي كيكون في الليمون. انا هنايا الليمون اللي عندي ما فيه حتى شي علف، مع هذا الحامض اللي فيه، اما هذا ما فيه حتى شي علفه. المهم حاولوا تنقيوه باش ما يمرر لكمش العصير. هنا بعد ما ساليت الليمون وقطعته على هذا الشكل، غادي ندوز دابا للحامض. بالنسبه للحامض غادي ناخذ حكاكه، وغادي ناخذ ديك الحامضه وغادي نحكها في البلاصه الرقيقه شي شويه وفي البلاصه الغليظه، يعني بحال هاد الطريقه، حكوا شويه غليظ وشويه رقيق. وحكوا غير نص ديال واحد الجهه، ما تحكوهاش كامله باش ما تجيكمش مره. راكم عارفين القشره شي شويه كتكون مره، وحاولوا ما تدخلولهاش، ما تحكوش معاها الحامض، غير القشره فقط. هنايا بعد ما ساليت ديك القشره كما شفتوا راه ما قشرتهاش كامله، ما حكيتهاش كامله. غادي نعاود نقشر هاد الليمونه، هاد الحامضه هادي غادي نقشرها مزيان بالموس.
وحتى هي غادي ندير لها نفس الطريقه ديال الليمون، غادي نقطعها دوائر او مربعات. وديما ردوا البال لا ديروا شي حبه ديال العلفه، راه غادي تجيكم شويه مره. هنايا خزو وبطاطا بعد ما سلقناهم شلناهم بشويه ديال الماء بارد باش ما يضيعوا ليناش مولينيكس. وإلا ما عندكم الوقت خليهم حتى يبردوا على خاطرهم. انا هنايا درت ليهم الماء بارد صافي. غادي نبدا نطحن العصير. هنايا اول حاجه في كاس د مولينيكس غادي نديرو هاد الحامض والليمون. وغادي نزيدو عليهم شويه ديال الماء. غادي نزيدو عليهم بطاطا وخيزو وغادي نطحنوا العناصر. ومن الاحسن ديروا غير شويه ديال الماء، ما ديروش بزاف باش تدور لكم مولينيكس وباش تطحن لكم هادشي دغيا، حيت الا كثرتوا الماء ما غاديش تطحن لكم في ساعه. هنايا بعد ما طحنا غادي نزيد سنيده، كتبقى على حسب الذوق يعني. ديروا اللي بغيتو، ديروا كاس، ديروا المهم كل واحد كيفاش كيبغي العصير يشربو. دابا غادي نزيد سنيده. وغادي نزيد نطحن. هنايا بعد ما طحنا العصير ديالنا مزيان ضروري ما تصفيوه باش ما يبقاو لكمش فيه داك الخش. المهم حيت خصو يجيكم صافي صافي. غادي تصفيوه مزيان وغادي نديرو في اناء وغادي نقدموه باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. وكيف ما شفتوا راه كيعطي واحد الكميه اللي هي كبيره بزاف. كيف ما شفتوا 4 ديال الليمونات شحال انا خرجت ليا، يعني بلا داكشي الاخر اللي بقى. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. كيجي خاتر وكيجي بواحد الكميه اللي هي كبيره كما كتشوفوا في الصوره. هاتو كيعطي واحد الكميه زوينه وبصراحه زوين حتى للدراري الصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا لكم خيزو وبطاطا، يعني كتدخلوا لهم في الليمون ما كيديو ما يجيبوا ما كيعرفوش كاع باش نصاوب. صافي هادشي اللي كاين. وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.